مساء الخير وحلقة جديدة في الكرة مع عاكف. النهاردة هنقول لكم آخر الأخبار وآخر التفاصيل اللي بتحصل في الساحة الرياضية المصرية. طبعا نبتدي على طول بأخبار النادي الأهلي. وسام أبو علي، مصطفى محمد، أخبار كتيرة جدا جدا على رحيل وسام أبو علي، وعلى التفاوض مع مصطفى محمد عشان يكون بديل لوسام أبو علي في النادي الأهلي. وسام ابو علي هو اللي بلغ رغبته للنادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي ان هو عايز يرحل، وان هو يقود يعني تجربه جديده بره مصر. وهو شايف ان هو عمل كل حاجه مع النادي الاهلي، فهو ده الوقت المناسب ان هو يمشي، لان جاي له عروض كبيره وعروض ماليه ضخمه ليه شخصيا وللنادي الاهلي. لكن النادي الاهلي حاطط مبلغ اقل حاجه علشان وسام يمشي من النادي الاهلي 12 مليون يورو او 13 مليون يورو. فالنادي الاهلي فتح المزاد على وسام ابو علي. طبعا انا كنت ضد ان اسامه ابو علي يمشي، لكن رغبه اللعيب هي دايما الحاسمه، لان لو قعدت لعيب غصبا عنه ممكن ما يديلكش الموسم اللي جاي وتخسر فيه، زي ما حصل بالظبط مع وليد ازارو قبل كده. زي ما كنا فاكرين، اتعرض عليه 7 مليون يورو، النادي الاهلي رفض، فوليد ازارو مستواه قل جدا بعد كده، وطبعا تم بيعه بمبلغ قليل جدا بالنسبه للعرض اللي اتقدم له. فالنادي الاهلي حاليا بيفكر جديا في بيع وسام ابو علي لاعلى سعر واعلى عرض يقدم للنادي الاهلي. وبدا فعلا التفاوض وجس نبض مصطفى محمد وناند علشان يشوفوا هل في رغبه ان يكون مصطفى محمد متواجد مع النادي الاهلي علشان يعوض وسام ابو علي. وهنقول لكم ان شاء الله في الايام اللي جايه كل التفاصيل عن مفاوضات مصطفى محمد وبرضه مفاوضات رحيل وسام ابو علي. فمحمد شريف مش هو تعويض وسام ابو علي، لا، محمد شريف كده كده كان النادي الاهلي عايز مهاجم مصري يكون موجود مع جراديشار ووسام ابو علي لو كان فضل. ولكن حاليا يا اما مصطفى محمد هيجي مكان وسام ابو علي، يا اما مهاجم كبير من بره مصر، يعني مهاجم محترف. انا بشوف رايي انا الشخصي لازم النادي الاهلي يجيب مهاجم ارقامه عاليه جدا. مصطفى محمد مهاجم كبير عنده امكانيات كبيره، محطه كويسه، ولكن لو بصيت لارقام مصطفى محمد لارقام وسام ابو علي، سيبك حتى من الدوري الفرنسي، هتقول لي ان مصطفى محمد بيلعب في الدوري الفرنسي، ولكن قبل كده حتى في الدوري المصري هتلاقي ارقام مصطفى محمد بعيده جدا عن ارقام وسام ابو علي. احنا محتاجين مهاجم هداف، مهاجم خطير يقدر يسجل اهداف كتيره، زي ما شفنا وسام ابو علي ساعات بيسجل هاتريك وساعات سوبر هاتريك، فارقامه كبيره جدا وارقامه عاليه. لازم البديل بتاعه يكون على نفس المستوى او قريب، لو ما قدرتش تجيب نفس المستوى فلازم الاهلي ما يسترخص ويدفع فلوس كبيره من الصفقه اللي جايه له من وسام، علشان يقدر يعوض وسام ويجيب مهاجم عالمي او مهاجم يكون هداف كبير علشان يفرق مع النادي الاهلي. لكن برضه في تحيه لمحمد شريف زي ما بقول لكم، اللي رفض اغراءات كبيره ورفض عروض كبيره من بيراميدز والزمالك، ومضى مع النادي الاهلي في 17 مليون و18 مليون و19 مليون في الموسم. طبعا هيكون في اعلانات طرديه ليه، ولكن الفرق اللي كان جاي له من عقود الزمالك وبيراميدز كبير، ولكن محمد شريف كان مستني كلمه النادي الاهلي في الاخر، وقعد يماطل مع بيراميدز والزمالك لحد ما النادي الاهلي يقول له كلمته الاخيره. علشان كده لما كلم الكابتن محمود الخطيب وقال له ان انا جاي لي عروض من بيراميدز والزمالك، بس انا عايز النادي الاهلي وعايز كلمه النادي الاهلي الاخيره، فعلا النادي الاهلي على طول لبى نداء محمد شريف ورجعه تاني علشان يكمل مسيرته. بالتوفيق ان شاء الله لمحمد شريف. في حته بقى بسيطه او تفصيله صغيره، لان في ناس بتطلع في الاعلام بتحاول تشوه العلاقه اللي ما بين محمد شريف وجمهور النادي الاهلي، زي مثلا مهيب وناس زيه. فطالع بيقول لك ان محمد شريف ما راحش الزمالك علشان تغيير الادارات. يعني انا مش عارف اقول ايه بصراحه. ده محمد شريف علاقته بجون ادوارد علاقه مميزه جدا جدا جدا، واصحاب، ويعني علاقه قريبه جدا. فلو كان اولى لو محمد شريف هيروح نادي الزمالك، ما كانش راح لما ميدو وحازم امام كانوا موجودين في لجنه التخطيط، كان هيروح وجون ادوارد موجود. فيا مهيب بطل ترمي او تدس السم في العسل، لان الجمهور الاهلي ما بيصدقش الحاجات دي، وجمهور الاهلي
واثق من انتماء محمد شريف، بعكس بقى النجم التاني اللي هنروح له دلوقتي احمد عبد القادر. احنا هنا ما بندافعش عن كل الناس، عشان تعرفوا احنا بنقول لكم الحقيقه وبنقول لكم الاخبار. زي ما قلنا لكم محمد شريف قبلها باربع خمس ايام قبل ما يمضي مع النادي الاهلي، قلنا لكم ان محمد شريف قاعد لغايه دلوقتي بيرفض كل الاغراءات اللي جايه له من بيراميدز والزمالك، ومستني كلمه النادي الاهلي. حتى ساعتها قلت لو محمد شريف بعد كده مضى لاي من الانديه دي هو من حقه، لان هو كان مستني النادي الاهلي ومستني كلمه النادي الاهلي الاخيره. فلو كان الاهلي قال له انا مش عايزك وكان مضى في اي نادي كان هيكون ده من حقه. ولكن احمد عبد القادر بقى هنروح لواحد تاني اللي هو مخلص كل التفاصيل وكل الاتفاقات مع نادي الزمالك وجون ادوارد. احمد عبد القادر فعلا متفق على كل حاجه، متفق ان هو يقعد في النادي الاهلي ويزهق الناس وما يمضيش عقد جديد علشان خاطر يروح نادي الزمالك الموسم اللي جاي. هل احمد عبد القادر صح؟ هو من وجهة نظره انه صح، ولكن انا شايف ان تعامل مجلس ادارة النادي الاهلي لازم يكون باحترافية في الموضوع ده. انا شايف ان احمد عبد القادر لسه فاضل له سنة في عقده ومش عايز يجدد، وهو في اخبار ان هو اتفق خلاص مع نادي الزمالك. لازم انا كنادي اهلي اشوف عقد لاحمد عبد القادر حتى لو السنة دي يطلع اعارة بنفس الفلوس اللي بياخدها، وانا استفيد منه حتى لو طلع اعاره في الدوري المصري. بعد كده بقى يروح الزمالك، يروح اي نادي هو عايزه. انا بشوف اي نادي يجبر لاعب ان هو يقعد وهو فاضل سنه في عقده هيحصل بالظبط زي ما حصل في زيزو مع الزمالك، حصل في لعيبه كتيره قبل كده مشيوا خلاص فري. انا شايف ان النادي الاهلي لازم يتعامل باحترافيه، وطبعا عارفين النادي الاهلي نادي محترف، ولكن ما يخافش ان احمد عبد القادر هيروح الزمالك ولا لا. انا ماليش دعوه، احمد عبد القادر عايز يروح الزمالك يتفضل يروح اي نادي هو عايزه، لكن انا كنادي وكاداره لازم استفيد ماليا من الصفقه. فبالتوفيق للنادي الاهلي ومجلس ادارته علشان يختاروا القرار الصح في موضوع احمد عبد القادر. وبرضه احنا معاكم لحظه بلحظه ويوم بيوم في التفاصيل، لان كل يوم في تفاصيل جديده، كل يوم في اخبار جديده. صفقه احمد عيد اللي ما تمتش، عشان في ناس كتيره قالت انه الراجل هو اللي رفض احمد عيد. لا، مجلس اداره النادي الاهلي شاف ان صفقه احمد عيد، وانا عندي 3 باكات يمين مع محمد هاني وعمر كمال عبد الواحد واحمد وكريم فؤاد، شاف ان وجود احمد عيد، خصوصا ان المصري كان مصمم ان الصفقه تتم بشكل رسمي، علشان كمال ابو علي كان قلقان من رد فعل الجمهور المصري لو ساب احمد عيد في صفقه انتقال حر زي ما حصل وعمر السعيد يروح الناحيه الثانيه. شاف ان ممكن الجمهور المصري يقلب عليه بشكل كبير، فعشان كده كان عايز الصفقه تتم بشكل رسمي. النادي الاهلي ومجلس ادارته رفضوا الموضوع ده، علشان كده شافوا ان احمد عيد ما هواش الباك اليمين اللي هيجي اصلا يلعب اساسي، لان انت عندك 3 تقريبا باكات يمين هيكونوا موجودين الموسم اللي جاي. فالنادي الاهلي قرر صرف النظر عن الصفقه، لكن الراجل بالنسبه له المدير الفني ما كانش فارقه معاه قوي، قال لهم عايزين تجيبوه هاتوه، مش عايزين براحتكم، انا عندي باكين او 3 باكات يمين موجودين في النادي فمش محتاجه قوي، المهم عندي الصفقات التانية في قلب الدفاع، ولو وسام ابو علي مشي يبقى في صفقة تانية في الهجوم. علشان كده زي ما بقول لكم النادي الاهلي صرف النظر عن الموضوع ده. هنروح بقى لنادي الزمالك. لحد دلوقتي نادي الزمالك ما اعلنش على الصفقات، في تكتم لان جون ادوارد هو اللي بيتواصل مع مجلس اداره نادي الزمالك وحسين لبيب، ومش عايز يتواصل مع اي حد تاني في مجلس اداره نادي الزمالك. وعلشان تعرفوا ان مجلس اداره نادي الزمالك باكمله ما عرفش اي حاجه عن الصفقات باستثناء حسين لبيب. لكن في حرب بدأت على جون ادوارد جوه نادي الزمالك. بكره هفكركم طول السنه هتحصل حرب وانتقادات ضد جون ادوارد من اللعيبه القدامى ولاعيبه نادي الزمالك واداريين نادي الزمالك، علشان جون ادوارد عايز يغير هويه نادي الزمالك تماما، عايز يجيب كل الناس من بره. ولكن لعيبه نادي الزمالك متضايقه جدا، مش اللعيبه اللي بتلعب حاليا، اللعيبه المعتزله والاداريين والناس اللي دربت في نادي الزمالك قبل كده متضايقين جدا من الموضوع ده، وشايفين ان ده تغيير لهويه نادي الزمالك، وشايفين ان ده عدم ثقه في لعيبه ومدربين نادي الزمالك السابقين. فعلشان كده زي ما بقول لكم جون ادوارد لو كمل السنه دي كلها هيبقى بطل، لان اي سقوط لجون ادوارد او الزمالك في السنه دي هتلاقي هجوم شديد جدا وهجوم عنيف جدا
من قدامى نادي الزمالك، وهنتابعكم بكل الأحداث. لكن الفترة اللي جاية هتشوفوا في الإعلام هجوم ضاري على جون إدوارد من نجوم نادي الزمالك حتى قبل بداية الموسم، وهنقول لكم كل التفاصيل إن شاء الله في الحلقات الجاية. استنونا في حلقة جديدة في الكرة معاك.